السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله وفي أحسن حال. ورق العنب بطريقة التخزين أنا قُلتها لكم، وقُلت لكم إن شاء الله هاعمل لكم فيديو تاني يبين هنستعمله بقى إزاي. طبعًا ورق العنب ده ممكن تقدري تستعمليه بعد أسبوع عادي خالص، وبيقعد من السنة للسنة، شرط إن البرطمان يبقى مقفول كويس جدًا، ويبقى برّه الفريزر عادي خالص. طول ما هو مقفول كويس تقدري تحفظيه برّه الفريزر عادي خالص، أو التلاجة حتى، لكن مجرد ما يتفتح خلاص، يا إما ومش هتستعمليه، يا إما تستخدميه على طول، يا إما هتحطيه في كيس ودخليه الفريزر لغاية ما تيجي تستخدميه. قُلت لكم مش هنغسل ورق العنب قبل الاستخدام علشان خاطر قبل التخزين علشان ده غلط، ومش هنلحق مش هنعرف ننشفه كويس ولا هنضمن ده. أدي طريقة الغسل. أنا كده طلّعت ورق العنب من البرطمان، وعشان ما عملتوش في نفس الوقت فشيلته في الفريزر لغاية يوم التسوية. طلّعته غسلته كويس جدًا في مَيّة عادية خالص من الحنفية. بعد كده رُحت حاطة مَيّة تغلي وحطيت ذرة ملح ليمون بس، ما حطيتش أكتر من كده، وهانزل بورق العنب بتاعي المغسول، زي ما أنا قُلت لكم إحنا غسلناه قبل السلق. أولًا بنغسله من أي حاجة فيه مش كويسة، وتاني حاجة بنغسله من ريحة الحفظ اللي هي التخليل، خلاص؟ بعد كده هنا بقى، الطريقة دي في الحفظ بتخلّي ورق العنب ياخد وقت شوية في السلق، يعني يا دوب ما تحطيه يعني مش مسافة ما تحطيه تطلّعيه، لأ سيبيه بتاع 5 دقايق أو 10 دقايق لغاية ما تضمني إن الورقة بتاعتِك بقت طرية ما ت و وكويسة. ما تطلّعيش ورق العنب من المَيّة غير لمّا تضمني إنه هو مش ناشف، خلاص؟ بعد كده طلّعت ورق العنب على مَيّة ساقعة تحت الحنفية وغسلته تاني وحطيته في مصفى، زي ما أنتم شايفين كده. هاسيبه يتصفى، على ما يتصفى هاعمل معاكم الخلطة. أنا خلطة ورق العنب بتاعتي ما بتختلفش عن أي خلطة، اللي بيختلف بس ال السائل التشريب بتاعي، السائل اللي هاسقي بيه ورق العنب بتاعي. هنا حطيت بصل مضروب في الكبة مع فلفل رومي أحمر وأخضر وملح وفلفل. هنقلب على نار هادية، وبعد كده لمّا يبتدي البصلة تصفر ما باخليهوش ياخد البصل لون، يا دوب يدبل أو يبتدي يصفر، بانزل بمعلقتين كبار صلصة اللي هي بتاعة البرطمانات، صلصة بيوريه. وهانزل بمعلقتين كبار الفلفل اللي هو الهريسة الحلوة اللي على السخن، اللي أنا عاملاها معاكم والفيديو موجود. هنشوح كويس جدًا لغاية الصلصة ما تطلّع ريحتها، وزي ما أنتم شايفين اللون بقى عامل إزاي، وده اللي بيضبط لِك لون التسبيكة بتاعتِك بعد كده. بعد كده هننزل بطماطم مضروبة معانا في الكبة مش في الخلاط، إحنا مش عايزينها عصير، إحنا عايزينها مهروسة، فبنضربها في الكبة خِشن. ما تضربيش خالص تسبيكة المحشي بتاعتِك في الخلاط، الأفضل في الكبة علشان تبقى مهروسة ما تبقاش معصورة. بعد ما الصلصة بتاعتي تتسبك هانزل بالرز بتاعي واطفي النار، وهنا الرز هيبتدي يتشرب من السخونية بتاعة التسبيكة، ويبتدي ينفش ويبتدي يشرب التسبيكة بتاعتنا. هانزل تاني ببصل تاني ني مضروب في الكبة مع شوية ملح صغيرين وشوية فلفل أسود صغيرين وفلفل رومي أحمر وأخضر. هاتبّل بقى ملح وفلفل، طبعًا باكتّر الفلفل الأسود، وكمون يا دوب هُم معلقتين على حسب كمية الخلطة بتاعتِك اللي أنتِ هتعمليها. هانزل ببقدونس مفروم وأقلّب. أنا ما باحب أكتّر الخضرة في المحشي بتاعي. وهانزل بشبت مفروم ناعم، وهانزل ببقدونس مفروم ناعم وأقلّب كويس جدًا. أنا طبعًا زي ما أنتم واخدين بالكم ما حطيتش نعناع ناشف، باحب الورق العنب بقى أحط له نعناع أخضر، وأقلّب طبعًا لو مش موجود ومش متوفر عندِك النعناع الأخضر حطي نعناع ناشف، ولكن النعناع الأخضر بيبقى روعة مع ورق العنب وخصوصًا ورق العنب والكوسة. هنا دي الحاجة اللي أنا باعملها بس لورق العنب، إن أنا باحط بولة وفوقيها مصفى وباطلّع الخلطة بتاعتي عليها. ليه؟ علشان أنا عايزة كل السوائل اللي في الصلصة تنزل لتحت كده في البولة بتاعتي، عشان صباع ورق العنب بعد ما أحشيه ما يبقاش زي ما بيقولوا إيه، مميمي، بيبقى كده سايب كده فيه مَيّة، ما بيبقاش حلو ولا بيبقى ظريف. أنا باحب ورق العنب بتاعي يبقى محبوك كده ومفلفل من جوّه والرز واضح. فباحط الخلطة بتاعتي كده وباسيب السائل الزيادة اللي في الخلطة ينزل. هنا أنا ابتديت أحشي. طبعًا
الحشو انا ما بحبش الورقه تبقى كبيره. لو الورقه كبيره بقسمها على اتنين، وممكن كمان اقسمها على تلاته. وزي ما انتوا شايفين بحشي قدامكم، زي ما انتوا شايفين الصباع محكم ازاي. ولا احتجت كيس، ولا احتجت مكنه، ولا احتجت اي حاجه. مش محتاجه كل ده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ان ورق العنب ده من ضمن الحاجات اللي خلتني ابطل شغل الاكل البيتي، لانه متعب جدا لظهري وفعلا هو اللي قضى عليا. فبطلت شغل بسببه. هو اللي تعبني اكتر حاجه ورق العنب، مع انه يستاهل والله. خلاص انا كده خلاص حشيت بقى بورق العنب بتاعي. طبعا ما حشيتش كل الكميه قصادكم. هنا بقى بجهز الحلة اللي أنا هحط فيها الورق العنب. قطعت بصل، وقطعت طماطم، وقطعت فلفل. وهنا أنا في حاجة جديدة أنا هحطها. أنا حاطة لحمة. لا هستعمل ريش ولا هستعمل لحمة ستيك وقطعيات غالية. أنا استعملت لحمة. عندي لحمة مسلوقة، عندك أي قطعية لحمة. مش شرط لا ريش ولا شرط لحمة ستيك ولا أي الكلام ده كله. انت تقدري أي نوع لحمة أو أي قطعية لحمة عندك اعمليها. ولكن اهم حاجة لو هتعملي اي قطعية غير الريش او الستيك تكون مستوية بنسبة 99%. خلاص كده. انا حطيت الخضار بتاعي وتبلته بشوية فلفل ومكعب مرقة، وحطيت عليه اللحمة بتاعتي عشان اللحمة بتاعتي تبقى متبلة كده. وهبتدي ارص بقى ورق العنب بتاعي اللي طلع عيني في الحشو. هبتدي ارصه فوق اللحمه زي ما انتوا شايفين. وهنا اللي نفسه ياكل ورق عنب بلحمه عادي خالص يقدر يعملها باي قطعيه. لا شرط الستيك ان تكون قطعه ستيك او فيليه او القطعيات الغاليه او ريش او الكلام ده كله. لا، انت تقدري باي قطعيه لحمه عندك. حتى لو عندك لحمه متبقيه عندك في الفريزر مستويه، طلعيها اعاده تدوير لاي حاجه وحطيها في ارضيه الورق العنب بتاعك. ولكن بشرط انه يكون مستوي بنسبه من 90%. حتى لو 100% مش هيجرى لها حاجة. رصيت كل كمية ورق العنب بتاعي. هنا بقى البولة، شايفين الصوص اللي نزل مني. هبتدي اضيف له شوية زيت. طبعا الصوص ده متبل كويس جدا، فانا مش هحتاجة اتبل اي حاجة تاني علشان ورق العنب ما يحدقش مني. وحطيت عصير ليمون، ولكن انا اسفة ما جاش اتقطع في الفيديو وانا بمنتج، اتقطع مني. فهنا حطيت عصير ليمون وشوية زيت، مش أكتر من كده. لو عندك دبس رمان تقدري تضيفي. لو عندك ملح ليمون تقدري تضيفي ذرة ملح ليمون، بس مش أكتر من كده. طبعا السائل بتاعي لأن كمان فيه خضار من تحت، فالخضار ده هيطلع مية. والفلفل اللي فوق هينزل نسبة مية. فما تغطيش ورق العنب للطبقة اللي تحت أول صف، بس السائل زي ما انتوا شايفين. هبتدي احط الفلفل بتاعي، وانا بحب جدا الفلفل اللي هو الكبير اللي هو الحامي ده. يبقى فوق اي حاجه بحشيها بيديها طعم حلو جدا. وفي نفس الوقت بيكبس لي ورق العنب او الكرنب بالاخص. احط بقى طبق كده واحطه على النار يستوي التسويه العاديه. بعد ما يبتدي يغلي هوطي النار واشعره واسيبه لغايه تحت اشعر تحت حله ورق العنب واسيبها تستوي لغايه ما تستوي بنسبه 100%. وادي كده اللحمه كانت دايبه دوب. طعمها حلو، الريحه وهميه. زي ما انتوا شايفين على طول بتسالوني على الحله الستانلس. انا مسويه في حله ستانلس، مفيش حاجه لزقت. مستنيه رايكم. كل سنه وانتم طيبين وبالف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.